هتضحك يعني هتضحك، ومش برضاك. انت هتموت من الضحك اساسا، ومش هتعرف تمسك نفسك، ولا تقول لي عادل امام ولا نجيب الريحاني ولا اسماعيل ياسين ولا الليمبي ولا محمد هنيدي. انت النهارده هتسمع اسطوره من اساطير بورسعيد، لعب في النادي المصري ولعب في النادي الاهلي. الراجل ده بيقول لك اللي ما شافش مختار التتش ما شافش حد وما يعرفش حاجه. هو مدرب المصري، المساعد بتاعه ضحك عليه وقال له خد بس نص الحبايه ديت، ده مهدئ. اتاري طلعت صليبه ومسك الدنيا. انت خش وانت هتسمع، مش هتمسك نفسك، والله ما هتمسك نفسك. ضحك على بوشكاش وخد بوشكاش والدزوي خلاهم يلعبوا في زريبه. قالوا انت هتروح تلعب على ارض كلها ترتان وملعب كله الناس المشجعين لابسين سموكن. ف... وخدوا زريبه يلعب فيه. بوشكاش ادى للدزو 500 جنيه هديه علشان انضرب على قفاه، الدزو ضربه على قفاه. ومش هتمسك نفسك، جاب لواحد معلق مباراه ايقاف مرتين اتنين، كل مره 6 شهور. يعني رجع من الايقاف جاب له الايقاف التاني. حاجه يعني لازم تسمع الفيديو للاخر. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم الأهلي وطن سبورت. حضرتك لو دي أول مرة بتشاهدني أو بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك الإشعار بكل فيديو جديد ننشره أول بأول. ومن فضلك وليس فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل المشتركين معانا. في الموضوع على طول نخش في الموضوع. مدحت فقوسة، الكابتن مدحت فقوسة أهم من كل ده هو أظن واحد من الظرفاء المصريين. الكابتن مدحت فقوسة واحد من أسرة عريقة، يعني والده ثالث رئيس للنادي في تاريخ النادي المصري جده. والحقيقة كمان الراجل ده بيشتغل لما هو اول واحد حقق لمصر بطولة العالم العسكرية سنة 93 تقريبا على ما اظن 93. الراجل ده لعب للنادي المصري، الراجل ده لعب في النادي الاهلي، بس طبعا حظه لعب في موسم من 67 لحد 71. يلا بينا نسمع وارجعوا لي. يلا بينا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فكرة ان بوشكاش يجي يدرب في الدوري المصري ده الشربات اللي في الدنيا. بوشكاش انك تقعد تتفرج عليه تشوفه. كان بيحضر عيد ميلاد ابني، يعني عيد ميلاد ابني مدحت ده اللي هو مشهور بلالا بقى، هو انا يقولوا لي يا ابو لالا في بورسعيد. كان بيحضر فيه 400 500 واحد في البيت، في بيت العيله، وبوشكاش يجي بمراته ويحضر. عندي صوره والحاجات دي. بوشكاش شخصيه نادره الوجود، خفه الدم. وعلمته الشتيمه انا برضو المصري، يعني بسلم على الناس ويشتمها، قال يعني دي التحيه. كان دمه زي العسل. مره كنا قاعدين، انا كنت بقعد في كافيه في سوق كده، والناس تعدي تحييني كلها وبتاع، وهو قاعد جنبي. طبعا هو مشهور جدا. كابتن مدحت يا بطل، انا اتفضل. يا كابتن مدحت يا زعيم اتفضل. محدش بيقول له حاجه، هيموت هو ازاي؟ ده بوشكاش وانا مين انا جنبه يعني؟ اتفضل. راح قايم واقف الرصيف الصغير، قال لي ايه كله اتفضل اتفضل. يقعد فين؟ يقعد فين كل ده؟ زعلان ان ايه ان انا بقول له كده. حصل موقف عجيب بقى مع بوشكاش والدزوي. دزوي طبعا ثعلب الكره المصريه. جم ناس في منطقه عندنا في بورسعيد اسمها الابوطي. الابوطي دي الزرايب بتاعت اللبن، الجاموس ياخدوا منه اللبن ويوزعوه بتاع. منطقه في بورسعيد مشهوره جدا. فواحد عاوز يعمل ماتش اعتزال، بيلعبوا كوره برضه وكده. فالدزوي دعوه هيجي، فجم قالوا لي ممكن بوشكاش يجي؟ قلت لهم بوشكاش؟ قالوا نبا كابتن وي وي وي. فرحت له بقى قلت له يا مستر بوشكاش في منطقه هنا زي الريفيرا الايطاليه، ملعب ترتان والجمهور كله بالسموكين وي 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 وي، ونروح عاوزينك انت بالذات. ودزوي، فاكر الكابتن دزوي لعب ضده بقى المجر، ومصر هنا زمان كسبونا 11. كان براسكوس جون، قالوا نجم المباراه براسكوس طلع 5000 جون باين. المهم ايه،
ورحت لمدير النادي كان مصطفى الشناوي، راجل حازم جدا. قلت له يا كابتن الناس طالبينك، وما حدش قال لي هاته. قلت له كان لعيب كوره جامد في مصر. قلت له طالبينك عشان المباراه دي يعني وكده، بس عاوز 5 فانيلات والنبي من النادي وكور وبتاع. قال له مسؤوليتك؟ قلت له خدت 5 فانيلات من الفريق بتوع الفريق الاساسي والكور. ورحنا خدت بوشكاش ورحنا، واحنا داخلين بقى القابوطي في ريحه الجاموس والبقر والحاجات دي. ابتدى يشم، ابتدى وشه يتهز، وما يتعصب خد ويرقص. انا شايفه خد ورقص وانا سائل على الراحه، هيضربني، بيضرب هو يا غاوي يحب يضربك وكده. دي ريفيرا ويشتمني كلب كلب كلب، دي ريفيرا كلب. وصلنا الملعب، رحت نازل من العربيه وهو نزل، راحوا ملمومين عليه بقى. مفيش بقى سموكن بقى، كله لابس لبس عادي وجلاليب وحاجات وبتاع، ويمسكوه ويشدوا ويبصوا عاوزنا انقذه يعني. انقذ مين انا؟ المهم وصلنا اوضه اللبس بالعافيه. دخلنا الاوضه ما كانش فيها شباك وبتاع، فضلنا شويه كده. قلق هو من الاوضه يعني. الدزو كان بيقلع عشان يلبس، الدزو كان 60 سنه وقتها. فبص كده لقى فخد الكابتن سيد رفيع بقى، كبر الراجل. قال لي دي دزوي؟ قلت له دي دزوي. نزل دماغه، لا تتخيل الضحك. هو عاوز يضحك وهيموت. ازاي بوشكاش العظيم اللي الملوك بيقابلوه يروح الزراج، يروح بالطريقه دي يعني. المهم لبسنا ونزلنا الملعب. واحد واقف على بعد كيلو كده، قبضايه لابس برنيطه قدام البحيره، بحيره المنزله، وبيزعق للعمال وبوشكاش ده شاط دانا، راحت جايه في دماغ الراجل. دين الراجل بقى في الميه اللي هو بيزعق وقلب الدنيا ده، وراح طالع غرقان. مين اللي ضربني بالطوبه؟ هي الكوره جت في دماغه. المهم ثلاث تجوان يجيبهم بوشكاش، والدزو يجيب جون يوميها. يوم تاريخي بقى. فقال لي قول لمستر دزو ان انا عازمه على العشاء يعني. هو كان كريم جدا صراحه. رحنا مكان فيه شرب، اشربوا بقى، وانا قلت ما بشربش، اكل كده حاجه. المهم الدزو قال لي قول له ان هو احسن لعيب في العالم. فقلت له مستر بوشكاش، مستر دزوي tell you the best player in the world، انت اعظم لاعب في العالم. قال لي نو. قلت له ايه؟ قال له قول له هو اعظم لاعب في العالم. ما هو شربوا بقى، ده يقول ده اعظم لعيب وده يقول اعظم لعيب. ابتدوا يشتموا بعض الاثنين، وانا هموت من الضحك، مش قادر امسك نفسي. وراحوا قايمين، انا قلت هيضربوا بعض الاثنين، وراحوا معيطين والله كده، وراحوا حاضنين بعض، وكل واحد يضرب التاني على قفاه. وانا بقيت اعيط مش قادر على قفاه. طق 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 طق، خرب بيوتكم. وراح بوشكاش حاطط ايده في جيبه ب 500 جنيه مديهم لمين؟ الكابتن دزوي. نو هيمسكوا في بعض. قلت له كابتن خدهم بقى، الراجل بيديك هديه يعني. بوشكاش اسطوره. ومره بنلعب المنيا واتغلبنا هناك 1-0. الجمهور ابتدى يضربنا بالطوب، احنا على اللاين، جرينا جوه بقينا على السنتر. اقول له يا بوشكاش تعالى، يقول لي نو يا بوشكاش. انا بطوبه في خده لقيته جاي يجري. قلت لك يا راجل. بس كان لذيذ. اتفرج عليه في اوروبا بقى لما نروح. السيد متولي كان بياخد النادي المصري اوروبا كل صيف، وياخد ويجيب 40-50 واحد من اصحابه واعوانه برضه مع الرحله. سيد متولي برضه كان اسطوره يعني للحق قوي، بيحبوه طبعا. واحنا كنا بنطلع الثالث، وقال لهم انا بطل الدوري، اهلي وزمالك الدوري لوحده، احنا بطل الدوري الثالث. قال لهم انا لو دربت اهلي او الزمالك اخد الاول. لا كانوا بيحبوه طبعا. بوشكاش حاجه عالميه. ومتولي قال لهم انا رايح اجيبه. الناس تفتكروا انه بيهجص. رحنا لقينا جايبه في الطياره معاه وهو جاي. تخيل. يا سيد متولي طبعا صرف 50 مليون على النادي المصري وما جابش بطوله، لكن وصل نهائي الكاس 3-4 مرات، منهم في الثمانينات بوشكاش وعادل الجزار وانا. بس انا لعبت بدون سيد متولي وبدون اللعيبه المحترفه. قبلها بسنه طلعت الاهلي هنا من الكاس في دور 16 لما سحبت الفرقه ورجعت كسبت الماتش، بس يعني للاهلي برضه.
فلما وصلت نهائي بقى كنت كسبان سنتها سنه 90 اهلي وزمالك في بورسعيد 1-0 1-0 جمال جوده. حتى ماتش بينهم الجمهور طلع جوده، جوده واقف ما بيعملش حاجه، طلع جوده مرتشي ده ليا بقى، طلع راح جوده جايب جون، هم بقى جوده جوده ونزلوا شالوني. نزلت لقيته واقف جنبي، انت بتعمل هنا ايه؟ قال لي اتطردت. قلت له امتى؟ قال له انت بتشجع الجمهور بيشجعك. جمهور بورسعيد من اظرف الجماهير اللي تقابلها في حياتك، دمهم زي العسل، ولو حبوك خلصت المهمه، ما حبكش والنبي لو عملت ايه في فايده. ها يعني كنا نكسب ماتش دي مش كوره دي فقوسه، الجمهور كله اتغلبنا دي مش كوره دي فقوسه، يعني انت برضو ايه اللي غلبتنا، واحلف بسماها وبترابها فقوسه هو اللي خربها، حاجات كده. وهتف فاروق جعفر وابو رجيله، بس حاجات ما تتقالش يعني. فيعني المواقف كانت جميله وحلوه. فانا الغرور خدني وقلت ان انا خدت الكاس وانا كسبانهم بقى السنه اللي قبلها والسنه دي وبتاع. اتمسح بينا الارض، موتونا من يوم ما دخلتش النادي. دربت المريخ بعدها والحصان الاسود طبعا. محمود ابو الدهب يحط رجله دانا طلع سمير كمونه دانا مدفعيه. انا كنت مسميهم المدفعجيه دول. وحاليا مفيش حد بقى في الشوط. حضرتك بتتكلم دون بالفطر. حمزه الجمل اوف، حمزه مره جاب جونين شبه بعض. يعني انا قلت الجون ده اتعاد ولا ايه؟ ها؟ شويق ما فيش. ده اللي كان بتيجي الكره 30 يارده جون، 30 يارده اقول جون يخش هو اديها صراحه. ابو الدهب دربته في المريخ برضه يا كابتن. لما جالك في المريخ هو ويوسف خليفه والجيل بتاع يوسف خليفه ومجدي عبد الغني بقى الفرقه دي. مجدي بعد ما جه بعدك بس انت جبت ابو الدهب ويوسف خليفه. يوسف جبته من غزل دمياط وقتها. حته لاعب كوره من بيلا كفر الشيخ هو يوسف. ايوه وهيدرز ايه ولاعيب ايه وحكايه. كان لعيب بحكايه برضه. ما هم دول خلوا لي الفرقه الحصان الاسود. جبت جوان. ده انا جبت في الزمالك جون من 45 يارده محمود ابو الدهب. اتضربت قبل حسين السيد وجت فوق. تعادلوا 1-1. لما جينا هنا ادونا 4 مع الرأفة. انا اخدت نص حبايه، واحد اداني نص حبايه مهدئ عشان لقيت 80,000 في المدرجات وانا فاكر هيجي 2000 ولا حاجه المريخ. فارتبكت شويه كده فقال لي حبايه مهدئه، رحت واخدها وشارب شاي. بجمع الفرقه بعد 10 دقايق قلت لهم الزمالك دي فرقه تعبانه وما عندهاش فكره وانتوا لعيبه كبار هتكسبوهم زي ما انتوا عاوزين. لقيت نفسي بقول كلام مش بتاعي، انا ما بقولش كده. نزلت الملعب رحت عامل علامه النصر، كلت شتيمه. نزل ايه ده جفاوسه يا ابن كذا ابن كل حاجه، بهدلت. نزل ايه ده، جم نزلوا لي ايدي. لما دخلنا قعدنا على الدكه بقى لقيت رجلتين على الارض واتنين مفرودين. الله، ونفس الجزمه ما غيرتهاش. مش ممكن والله. على حته يوم رحت مطلع السيجار وقاعد ايه اشرب ودماغي دي رايحه لا انا عارف ايه الموضوع ولا ايه الحكايه، ما اعرفش. كان 3 اجوان في 10 دقايق. كل جون يدخل هو مسقف مع الجمهور. فين الاجوان؟ مش ممكن. المهم قالوا لي الجون وحش يا كابتن، كان حصل نصر. قلت لهم يعني ايه وحش؟ ما ماله ما كويس. انا مش عارف في ايه، احنا واكلين 3. قالوا لي نغيره، قلت لهم غيروه انا ماليش دعوه بالماتش بقى. غيرناه، نزل جون تاني اسمه السيد كان جون كويس، صد بتاع 20 جون ودخل فيه جون ايمانويل. وجم الصحفيين يا كابتن اللي حصل في ايه؟ حصل فين؟ مش عارف. قال لك الشوط الاول. قلت لهم كويس ماله؟ قالوا انت كانت 3 اجوان. قلت له يا راجل. قال لك قلت لهم شفتوا الجون اللي نزل الثاني عامل ازاي؟ قالوا طب ما لعبتوش من الاول ليه؟ قلت لهم طب هتعرفوا انه كويس ازاي؟ مش لازم انزل ده 3 وده. طبعا تاني يوم لقيت الكلام ده في الجرايد وبتاع، جننت بقى. عملت اجتماع تاني يوم الصبح، اجتماع. والراجل الواد كان اسمه محمد عبد المنعم ملوح، ده كان دمه خفيف اداري. اتاري مديني نص صليبه. الصليبه دي كان الناس ياخدوا واحده دماغه في الباي باي، فانا خدت نص فسلمت عليه وشكرته ان النص ب4 اجوان، ما كانش واحده ب8 ورحت ناتعه قلم دي. والله. فدي بقولها عشان المدربين ما تاخدش حاجه قبل الماتش. ما تاخدش حبوب خالص يعني.
دي كانت من المواقف يعني المصيبه اللي كانت بتحصل لي. المصيبه الثانيه اللي هي بتاع ماتش الاهلي في الكاس 89 ده، قلت للعيبه يعني لما ناكل جول هقول لكم يلا ننسحب نمشي. كانت لعبه ناقصه يوميها وادفع 2000 جنيه غرامه ان سحبت الفرقه وما تعبياش جوان يعني. المهم يوميها ليلتها بالليل جه سيد متولي ومعاه البطانه بتاعه بقى. يا كابتن مدحت بقى مين الفرقه النهارده؟ قلت له طب انت عاوز تعرف الفرقه ليه؟ قال لي انا رئيس النادي. قلت له اداري ولا فني؟ عارف ان انا ايه؟ مش هلعبه بقى. قال لي اداري بس عشان خاطر اخوك سيد. قلت له اخويا سيد يبقى اقول لك الفرقه. اديته فرقه مش هتلعب. طلع المقصوره قال لهم النهارده هيلعب فلان وفلان وفلان، وقال يعني ايه هو اللي حاطط التشكيل بقى. لا فرقه تانية في الملعب يخرب بيته، قاعد يشتم فيا طبعا. ما فيش ربع ساعه عادل عبد الرحمن من نص الملعب والله درين لقيتها جون فينا والفرقه بتاعي واقفه كلها. رحت قايم اجمع الحكم قال لي في ايه؟ قلت له ايه؟ اوف سايد. الفرقه واقفه كلها. قال لي اوف سايد. قلت له ما لازم انا اعمى ما بيشوفش. قال لي انا الغي الماتش. قلت له راجل الغيه. رحت واخد الفرقه وايه وداخل اوضه اللبس. قعدنا قفلت الباب شويه بوم 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 الباب. دخل متولي بقى في ايه بزعيق بقى. قلت له لو زعقت هعمل لك مشكله قدام اللعيبه يبقى شكلك وحش. قال لي طب يا كابتن مدحت ايه اللي حصل؟ قلت له جون اوف سايد. ليه؟ اوف سايد. قلت له ما انت فوق تشوفها ازاي؟ لازم تقعد تحت عشان تشوفها المقصوره ما تبينش. الراجل طبعا جاله ذهول. قال لي طب احنا لازم نلعب مبادئ النادي وقيم النادي. قلت له النادي ما فيهوش لا مبادئ ولا قيم ولا في حاجه. قال لي طبعا عشان خاطر اخوك سيد. قلت له بالادب ممكن. شهدت اللعيبه عليه قلت لهم لو حصل حاجه في الماتش هو المسؤول. قالوا خلاص يا كابتن. نزلنا ونزل معايا بقى الملعب قاعد. يوم طلعت منصور كنت لعبت وفرود انا راح جايب جون بقينا 1-1. الشوط الثاني راح عامل هيد لقيتها جون احنا كسبانين 2-1. الاهلي العب اكسترا تايم جابوا جون هم ويلعب اكسترا تايم خلص العب ضربات جزاء. حماده يونس شاط شوطه وقع صوره الرئيس اللي ورا فوق واحنا جبنا ال5 تجوان. تخيل دي. وبعدين اللعيبه شالتني حياه الجماهير انا طبعا ونزلت صحبين اتلموا. ايه اللي حصل يا كابتن؟ قلت لهم اللي حصل الحكم ده اهلاوي عارفه اما كنت بلعب في الاهلي وبيجامل الناس فخدت الفرقه جوه هديتهم وقفت الخطه. انا ما نطقتش كلمه ولا قلت كلمه وكسبنا الماتش. لقيت واحد ورايا بيقول لي مش اللي قلت لك العب؟ بلف لقيته سيد متولي. قلت له يا راجل ده انت قلت لي ما تلعبش وتصمم تلعب. فلي اخر مره احضر معاك ماتشات. دي كانت بقى من المواقف الحلوه جدا. ولما رجعنا بورسعيد طبعا شالوا الاتوبيس من على الارض الجمهور. وابو رجيله كان بيدرب الزمالك اياميها او المريخ قابلني عند المطار خدني بالحضن وبسني يعني مبسوط. ولعبنا النهائي مع الزمالك واتغلبنا 2-1 في اسكندريه. بس جالي بقى ايه لقيت واحد بيشاور لي بورقه كده عند الاستاد. وصلنا بعد 6 ساعات. لقيته تلغراف ايقاف مدحت فقوسه 6 شهور عشان سحب الفرقه. وكان الجويني رئيس النادي وقتها. المهم لما رحنا نلعب الزمالك بقى في المدرج فقاعد عاوز بقى انده على الفرقه اقول له يا جمال كذا. يوم الجمهور كله معايا يا جمال كذا. لقيتها بقى تهزيقه بقى مش هتنفع يا فلان اللي هم يا فلان يخرب بيتني. اتغلبنا 2-1 يوميها. هو كل يوم في يجي بطل عالم. ده انا اللي دخلت العالميه للكره المصريه. محدش جاب بطوله عالم. رحنا كاس عالم بس رجعنا نفس الطياره اللي رحنا فيها رجعنا فيها. ما جبناش لا حاجه ولا محتاجه. حتى لما الجوهري الله يرحمه كان مدرب عظيم طبعا. بس اللي عمل الناس دي كلها عبد الصالح الوحش. خلي بالك عبد الصالح الوحش اللي عمل الجوهري طه اسماعيل عادل الجزار طه الطوخي كان شحته كان عبد الصالح بدو عبد الفتاح. عبد الصالح الوحش هو اللي خدني النادي الاهلي بالحق يعني برضه. وهو اللي اداني دبلوم في التدريب. كان صانع اجيال يعني. ما يقولكش بقى ده معاه دكتوراه في الكوره. ما فيش حاجه اسمها دكتوراه في الكوره اصلا ما تتقالش. دكتوراه تبقى تروح تشتغل في مستشفى مش كوره. طب ايه انجازك؟ انت معاك دكتوراه انجازك ايه بقى يا حبيبي؟
مش الدكتوراه يعني انت عامل انجاز فخدت عليه الدكتوراه ولا غلط يا كابتن؟ انت جايب مؤرخ يتكلم معايا؟ ما اعرفش ادي كده، هو ممكن يتكلم ويجاوب خلي بالك، بس هو مدينا فرصه. يعني الحياه زمان حاجه، ولطيف برضه ليا موقف معاه، عارفه انت مع لا ما اعرفوش ده بقى. ينصت. انا ابويا حكي لي على اللعبه دي كلها، انا شفت مختار التتش. اللي ما شافش مختار التتش ما شافش حد. حاجه عظمه، عارف العظمه، راجل عظيم. اوف، يعني اللي عوضه شويه صالح سليم، لكن التتش حاجه وهم. قابلته كنا بنلعب الترسانه وطلعنا على نادي الزمالك، لقيت واحد قاعد على فوتيه حاجه قبها، وجنبه حسن حلمي واقف ومختار قاسم ومحمد لطيف وزقلط واقفين حواليه، ما اعرفش مين ده. قال لي خد يا ولد، قال لي انت ابن سيد فقوسه؟ قلت له اه. قال لي احنا كنا بنيجي بورسعيد النادي الاهلي نتغدى في فيلة جدك، فاهم؟ قلت له اه عارف. قال لي لما يجي النادي المصري مصر انا اعزمهم في احسن فنادق مصر على الغداء. عارف انا مين؟ انت مين يعني؟ مش عرفني. قالوا لي الكابتن مختار التتش. يعني قلت له طبعا، حد ما يعرفكش؟ قال لي جبت لي سمك وانت جاي؟ قلت له لا ما كنتش اعرف انك جاي. ضحك كده وبتاع، اللي بضحك معاك يعني. انا شفت التتش بقى حاجه، بحكي اهو للناس اللي ما شافتوش، الأبهة والعظمة والشياكة وباشا قد الدنيا. محمد لطيف بقى كان حبيب ابويا قوي، لعبوا ضد بعض، كان ابويا كابتن المصري وهو كابتن الزمالك وبتاع. فالمهم جايين نلعب الاهلي ماتش قبل الدوري سنه 63، ماتش حبي. فقبل الماتش بينزل هو ياخد اسامي اللعيبه، قالوا له 7 مدحت فقوس. قال فين ده؟ فين الولد ده؟ انا قال كده، انا قلبي ده وقع. محمد لطيف بقى وانا عيل عندي 16 سنه ونص. رحت له انا، قال لي انت قاعد ابن سيد فقوس؟ قلت له اه. قال لي ابوك كان كابتن المصري وانا كابتن الزمالك، عارف؟ قلت له عارف يا كابتن. قال لي ازاي ابوك يا ولد؟ قلت له تعبان شويه، اي حاجه عاوز اخلع منه. هو بيذاع الماتش بقى، قال وكوره مع مدحت فقوس ابن كابتن سيد فقوس كابتن المصري ايام ما انا كنت كابتن الزمالك، وربنا يشفيه من الوعكه الصحيه اللي هو فيها. رجعت بالليل لقيت 2000 واحد تحت البيت، احنا مشهورين هناك قوي. في ايه؟ قالوا عم السيد تعبان فوق. طلعت اجري لقيته نايم في السرير ولابس الجزمه ومتغطي. قلت له مالك؟ قال لي عيان. قلت له امتى؟ قال لي لسه لطيف قايل في التلفزيون هكذب الراجل وبقى يقابل الناس على انه عيان. يعني تخيل. والله هو ما فيهوش حاجه، يا اقول لك نزل. والله هو ما فيهوش حاجه. واخيرا اشكر حضراتكم على طيب صحبتكم وحسن استماعكم، وارجو من حضراتكم اللي ما اشتركش بالقناه يشترك بالقناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا اشعار جديد بكل فيديو ننشره اول باول. ومن فضلك وليس امرا تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل معنا لكل المشتركين، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.